السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم هاد الكيكة الرائعة كيف كتشوفوا معايا شكلا ومذاقا، وخصوصا وهي فيها مذاق ديال القهوة سريعة الذوبان. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا 2 ديال البيضات متوسطين، وعندي ساشية ديال الفاني، وقبيصه ديال الملحه. الا ما كانش عندكم ساشيات الفاني متواجده يمكن لكم تحكوا الحامض، ديروا قشره د الحامض اولا قشره ديال الليمون البرتقال، حتى هو كيعطي واحد النكهه وكتعطي واحد الريحه طالعه منها وهي كطيب، كتجي واحد الريحه كتحمق. صافي هنا راه خلطت غير واحد الدقيقه ما كاملاش، وهنا غادي ندير السكر سنيده او السكر حبيبات نصف كاس. كيف كتشوفوا معايا المقادير فيها قلالين والحجم ديالها ما شاء الله. وهنا نصف كاس ديال الزيت، زيت المائدة بطبيعة الحال، نصف كاس فقط. وغادا نطرب الكل جيدا حتى يرجع لنا الخليط تقريبا كريمي. هانتوما غتشوفوا معايا الخليط كيفاش غادي يرجع، كيولي اللون ديالو ابيض. لاحظوا معايا كيفاش رجع الخليط. وهنا غادي ندير هاد الياغورت طبيعي بدون سكر. انا هنا درت غير الياغورت صغير، تقريبا هاد الكيكه كامله كلشي درت فيها نصف كاس ديال سنيده، نصف كاس ديال الزيت، 2 بيضات، ياغورت صغير. وراكم شفتوا الحجم ديالها تبارك الله كيفاش كيجي. وهنا غادي ناخذ صفاي وغادي ندير فيه 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، اولا ديروا 3. انا هنا اكتفيت ب2. غنغربلو واحد اللقطه اللي تحدفات ليا اللي هي ديال الشكلاط. ذوبت واحد 8 ديال القطع ديال الشكلاط مع 4 كاس ديال الحليب، وكنعتذر على هاد اللقطه لان كانت مهمه، كنت باغا نشاركها معكم. درتها هي الاولى وخليته حتى برد باش ما يطيب ليناش البيض. غادي تذوبوا الشكلاط مع 4 كاس ديال الحليب وتخليوه على اتساع حتى يبرد شويه. ومن بعد ما تخلطوا الخليط ديالكم غادي تزيدوا هاد الشكلاط هذا، حتى كاس ديال الفورص. راه درت كاس ديال الفورص حتى هو ما تشد لياش، تنعتذر لان هذا الخليط كله هز ليا كاس ديال الفورص ومعلقه، لان راه الخليط شفتو شي شويه خفيف وشكيت فيه وزدتو معلقه. هانتوما غتشوفوها معايا دابا. يعني الخليط كله هز ليا كاس ديال العنبه ومعلقه ديال دقيق الفورص. هانتوما الخليط انا شكيت فيه مازال شويه خفيف، داكشي علاش زدتو واحد المعلقه. هي هذه المعلقه اللي زدت. صافي غنخلط حتى يدخل لينا داك المعلقه ديال الدقيق في الخليط. وبالنسبه لهذوك الحبيبات ديال القرقاع درت واحد 5 ديال الحبيبات ديال القرقاع، قطعتهم ودخلتهم وسط الخليط. وهنا خديت المول درت له البابي كويسو او كارت كلاص، وإلا ما كانش ماشي مشكل يمكن لكم تدهنوا المول ديالكم بالزبده ولا الزيت وترشوه نيت بالكاكاو المر اولا بدقيق الفينو اولا بدقيق الفورس. الاختيار كيبقى ديالكم. يعني ماشي الا ما كانش البابي كويسو ما غاديش نديروا الكيكه في المول ديالنا، راه ضروري اي حاجه ما غاديش نصعبوها على راسنا. وهنايا دخلت الكيكه للفران بعد ما سخن. مني بديت كنخلط الكيكه راه شعلت على الفران يسخن من الفوق ومن التحت، ومنين دخلت الكيكه طفيت من الفوق وخليت من التحت على درجه 100 ما بين 180 ل 150. والوقت اللي غتبقى ليا الكيكه 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه. ومن طبيعه الحال غادي مره وطلعوا على الكيكه
غير ما تحلوش الفران بالجهد باش ما تهبط ليكمش. الكيكه راه هي كطيب. وهنا خديت الكاس درت فيه معلقه وربع ديال نيسكافي او قهوه ديال سريعه الذوبان. غادي نوجد هذا الكاس ونخليه حتى هو يبرد. بيد ما طابت لينا الكيكه حتى يكون هذا الكاس برد هو باش غنسقي الكيكه. وصدقوني الاخوات والاخوان والله العظيم هاد الكيكه هذه مجربه ماشي مره ماشي جوج. غادي ديروها وغتحمر لكم وجهكم مع ضيافكم وخصوصا الا درتوها في الكوتي. كتجي مسقيه وكتجي معلكه. وهنايا غادي ناخذ هذيك الكاسرونه اللي ذوبت فيها الشكلاط اللي تحدفات ليا فيه ديك اللقطه. هنا خديت 8 ديال القطع كيف كتشوفوا معايا. وغادي ندير لهم واحد ربع كاس ديال الحليب اولا ديال القشده الا كانت عندكم القشده طريه، قشده سائله غادي تديروها عليه وغتخليوه يذوب على حمام مريم حتى يذوب هو باش غادي نخليه ان شاء الله باش نزين به الكيكه. وهنا هاد 4 ديال القطع ديال الشكلاط غادي نحكهم في الحكاكه غليظه. غادي تشوفوا معايا الحبيبات كيفاش غادي يخرجوا. وبالنسبه لهاد الكركاع غادي نديرو حتى هو غادي نزين به. ها نتوما كيفاش خرج ليا هاد القطع ديال الشكلاط بعد ما حكيته هو باش غنزوق به الكيكه. وغادي تشوفوا معايا في النهايه كيفاش جات. وهنا بعد ما خرجت الكيكه من الفران شوف تبارك الله كيفاش جات. كتجي واحد الكيكه رائعه كتجي اسفنجيه وخفيفه. وهنا غادي نسقيها بهاد الخليط ديال القهوه سريعه الذوبان بعد ما بردات. وهذا هو الصوص ديال الشكلاط اللي غنزين به الكيكه. هذا هو القوام ديالو كيفاش كيجي. وضروري الكيكه خرجوها من المول وخليوها واخا غير 5 دقائق حتى هي تبرد باش ما يتعجن لكمش الخليط. تكون شويه الكيكه حتى هي بارده ماشي بزاف ولكن بعدا حاجه تكون بارده وحاجه سخونه. بالنسبه لي انا نيسكافي راه بارده خليتها حتى بردت. والكيكه خلاص راها باقا شويه دافيه. خديت هذا العود الخشبي ودرت ثقوب ومن بعد غادا نسقيها بهذا الكاس كامل ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نسقيها وغنخليها حتى هي واحد دقيقه ولا جوج حتى نحس بها راه شربات وما بقاتش فازقه لينا الكيكه من الفوق. ها نتوما كيفاش كتبان لكم. وغادي نخوي عليه هذاك الصوص وندهن ونعاود نكمل لاصوص اللي بقى ديال الشوكولا باش ما يتزل عليناش. نخويو غير القياس حتى نقادو لها الوجه ديالها والجوانب. وهذاك الشيء الاخر اللي غادي يبقى غنعاودو نزيدوه عاوتاني من الفوق. طريقه سهله وبسرعه كتوجد. وكنتمنى الاخوات والاخوان هذا الفيديو ينال اعجابكم وما تبخلوش عليا بالتعليقات ولايكات ديالكم. جزاكم الله كل خير فضلا وليس امرا. وكان هذا هو الشكل النهائي والاخير ديال الكيكه ديالنا. هانتوما كيفاش جات ما شاء الله ما شاء الله. وبصحه والراحه وشكرا لكم على المشاهده. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.